أبطال تانية ثانوي، أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم، عدى رمضان خلاص ودخلنا على الامتحانات. كل سنة وأنتم طيبين. الامتحانات ضيع منا النحو، التعجب، أسلوب التعجب، البلاغة، الأسلوب الإنشائي، الأدب، الغزل والأدب الأندلسي. كل ده إن شاء الله هيبقى معانا في مراجعتنا النهاردة في الجزء الأول من المراجعة، إن هنراجع فيها على مقرر شهر فبراير، قبل الامتحان أهو. مقرر شهر فبراير، بلاغة وأدب ونحو إن شاء الله. حبايب الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نخش في الجزء الأول عندنا من المراجعة، وإن شاء الله عامل لك سلسلة مراجعة. الجزء الأول منها اللي محصتنا النهاردة ومحاضرتنا النهاردة إن شاء الله مراجعة على البلاغة والنحو والأدب. الجزء الثاني هيكون إن شاء الله نجيب ازاي تتعامل مع القراءة، القصة وشكلها ازاي، وأسئلة على الأدب والنحو والبلاغة. والجزء الثالث إن شاء الله هنتعامل فيه مع حل تقييمات الشهر اللي عدى، التقييمات اللي مرت عليه. يلا بينا بدون من غير ملل ولا هنطول، ونخش على طول على جزئياتنا ان شاء الله. عندنا النهارده هنبدا الاول باسلوب التعجب. بس تعالوا حبايبي الطلاب على السبوره الثانيه. اسلوب التعجب عندي هيكون على شكلين، طالما قلت اسلوب التعجب على شكلين. ادي الشكل الاول وادي الشكل الثاني. لما اقول سبحان الله لله ضره فارسا كيف تكفرون بالله، تعجب. ما أجمل الربيع، أجمل بالربيع، تعجب. إيه الفرق ما بين الصفتين؟ هنا أسلوب تعجب فعلا، بس تعجب سماعي. سماعي أي ليس له قياس، لا قياس عليه، إنما يعتمد على السماع ومضمون الجملة. فسبحان الله. إيه هو أسلوب التعجب أساسا؟ أسلوب التعجب هو كل ما يدل على الدهشة والانبهار تجاه شيء معين، ما يدعو للدهشة والانبهار تجاه شيء معين. سبحان الله لله ضره فارسا كيف تكفرون بالله. فسبحان الله دي اسلوب تعجب، بس تعجب سماعي. طيب لله ضره فارسا اسلوب تعجب، ايضا تعجب سماعي. كيف تكفرون بالله، تعجب سماعي، استخدمت باي اسلوب، سواء هنا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اسبح سبحان الله. هنا جملة اسمية مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وفارسا دي تعرب تمييز. أو عندي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تكفرون بالله دي الجملة ديت هنا هتبقى عندي حال موجودة معايا. اسلوب استفهام، هنا اسلوب استفهام غرضه التعجب. اذا دي تعجب سماعي، تعجب سماعي، ومش دي اللي احنا بنقيس عليه. لما نروح مع الاساليب الانشائيه هعرف ان دي اسلوب تعجب، اسلوب انشائي نوع استفهام غرض التعجب والاستنكار، فهو تعجب تمام. اما التعجب القياسي هنا الصفه الثانيه هيكون قياسي. قياسي يعني ايه؟ يعني له قياس يسير عليه. ما اجمل الربيع، هتجد ان كل الاسلوب التعجب هيبدا بالصيغه دي، ما اجمل. واجمل بالربيع ايضا نفس الحكايه. طيب ايه الصيغ دي عاوزين نتعامل عليه؟ دي التعجب القياس. القياس يعني ليه وزن منضبط، ليه شكل منضبط. اذا السماعي كل ما يدل على التعجب ولم ياتي على القياس الموجود معانا. ايه هو القياس اللي موجود معانا؟ وهي وزن اوزان او قياس اسلوب التعجب السماعي. يلا بينا تعال نشوف كده. النوع الاول او الوزن الاول ما افعله. الوزن الاول ما افعله. طب الوزن الثاني افعل به. يبقى عندي كده اسلوب التعجب على كام شكل؟ اسلوب التعجب القياس على شكلين. الوزن الاول ما افعله، الوزن الثاني افعل به. الوزن الاول مكون اركان اسلوب التعجب في الوزن الاول في ما افعله، اركان اسلوب التعجب في ما افعله. يلا سريعا معايا اهو. ما التعجبيه دي مبتدا، دي ما التعجبيه مبتدا، اعراب مبتدا ما التعجبيه. افعل فعل التعجب، فعل التعجب. طيب فعل التعجب يعرب ايه؟ هي اعراب فعل ماض، فعل ماض جامد مبني على الفتح، فعل ماضي جامد مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر وجوبا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. طيب واين المتعجب منه؟ الهاء ده اهي، الهاء ديت متعجب منه. طب المتعجب منه بيعرف ايه؟ مفعول به. يبقى اركان اسلوب التعجب في الصيغه الاولى، اركان اسلوب التعجب يا شباب في الصيغه الاولى: ما التعجبيه مبتدا، افعل فعل التعجب هيبقى فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر وجوبا مع افعل اللي هيجي مكان افعل. المتعجب منه اللي هو الهاء وما يشاكلها
الهاء هي المتعجب منه، هيبقى مفعول به. اما الصيغه الثانيه، فالصيغه الثانيه افعل به. افعل به بفعل التعجب، فعل التعجب. طب اعرابها ايه؟ زي ما احنا لما جبنا الاعراب، اعرابها فعل التعجب هنا يبقى اعرابه ايه؟ فعل ماض جاء على صورة الامر. فعل ماضي متزي بصورة الامر، متخفف في صورة الامر. فعل ماضي بس جاء على صورة الامر، يعني هياخد صورة الامر، فلذلك هو مبني على الايه؟ السكون. طب لو كان معتل الاخر هيبقى مبني على حذف حرف العلة. طيب الباء ده ايه؟ الركن الثاني الباء حرف جر زائد. الباء حرف جر زائد مبني لا محل له من الاعراب. الهاء اللي هي المتعجب هتبقى المتعجب منه. الهاء المتعجب منه تعرب ايه؟ فاعل. الله، فاعل بعد الباء، ما الباء ده حرف جر زائد، ودي من المواضع اللي بيكون فيها الفاعل مجرور في اللفظ. فاعل مجرور في اللفظ، فالحرف الجر هنا زائد، ففاعل مرفوع. فاعل طبعا يبقى مرفوع بالضمه الايه؟ المقدره، او بالالف المقدره، او بالياء المقدره، او ممكن تعربها اسم مجرور لفظا مرفوع ايه؟ محلا، بس هو فاعل. يبقى اذا عندي صيغه التعجب القياسي، صيغه التعجب القياسي ما افعله وافعل به. يعني انا عشان اجيب اي اسلوب تعجب قياسي، او ما اقول لك التعجب ده قياسي، خلي بالك واحنا ماشيين اهو بقول لك التعجب ده قياسي، يبقى لابد ان يكون على احدى الصيغتين، اما ما افعله او افعل به. اما ما افعله او افعل به. لذلك لو احنا رحنا لهنا واحنا بنقارن، عرفنا سبحان الله لله ضره فارسا كيف تكفرون بالله، عرفت في دولت ان دولت اسلوب تعجب، بس تعجب سماع. دولت اسلوب تعجب، وتعجب ايه؟ سماع. اما هنا ما اجمل الربيع واجمل بالربيع، ده اسلوب تعجب بس تعجب قياسي. دي تعجب قياسي عشان تبقى انت عارف التعجب هنا تعجب قياسي. لذلك اهو ما التعجبيه مبتدا، اجمل ما اجمل فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو اللي هو المتعجب منه، والربيع اللي هو المتعجب منه بقى هيبقى يعربه ايه؟ مفعول به منصوب علامه نصب الفتح. هنا اهو في الصيغه الثانيه اجمل بالربيع، اجمل بالربيع. اجمل فعل امر، فعل ماضي جاء على صورة الأمر. حتى أنا غلطت في الأول قلت فعل أمر، فعل ماضي جاء على صورة الأمر مبني على السكون. الباء حرف جر زائد. الربيع المتعجب منه هنا اسم مجرور لفظا مرفوع محلا. خلي بالك المتعجب منه في الصيغة الأولى مفعول به، في الصيغة الثانية فاعل. خلي بالك به اللي هي احنا قلنا عليها هنا عندك اهي ما أفعله، دي الصيغة الأولى. أفعل به الصيغة الثانية. طيب السؤال بقى، هل أي فعل هيجي لي هجيبه على طول على الصيغة ديت؟ لا، لابد أن تتحقق فيه الشروط. إيه هي الشروط؟ الشروط اللي احنا هنشوفها. تعالوا بقى نشوف الشروط في ورقنا بقى التاني، نقف نراجع الجزئيه اللي احنا قلناها ديت قبل ما نروح للشروط. اللي بنقول اسلوب التعجب مثل سبحان الله، خلاص وضحناها، او ما اجمل هذا، او ما اقبحه، سواء تعجب سماعي او تعجب قياسي. طيب ايه هو اسلوب التعجب؟ هو اسلوب يستخدم للتعبير عن الدهشه واستعظام صفه في شيء ما، وله صيغ متعدده، اما سماعيه واما قياسيه. السماعيه هي صيغ سماعيه لا يقاس عليها، مثل تعبير الانسان تاثره بقوله سبحان الله، وعملت لك اعرابها. سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اسبح، والله لفظ الجلاله مضاف اليه، او لله ضره، لله ضره. هنا ايضا خلاص قلناها، دي جمله ايه؟ اسميه مكونه من خبر مقدم ومبتدا مؤخر. او ممكن يكون استفهام تعجبي، كيف تعصي الله، كيف تعصي الله، ايضا نوع استفهام هنا، اسلوب استفهام غرضه التعجب هنا ايضا. اما القياسي ما افعله وافعل به، فما افعله مكون من ما التعجبيه، ما هي فعل التعجب المتعجب منه، والصيغه الثانيه افعل به، افعل فعل التعجب، الباء حرف جر زائد المتعجب منه هيبقى فاعل. فلذلك أهو ما اسوأ الطمع واجمل بالسماء، فما تعجبيه تعرب مبتدا، اسوأ فعل التعجب، الطمع متعجب منه. طيب والجمله دي كلها خلي بالك، جمله اسوأ التعجب اللي هي الفعل والمتعجب منه، فعل التعجب المتعجب منه هتبقى مفعول خبر لمين؟ خبر لما التعجبيه. اما في الصيغه الثانيه افعل باجمل بالسماء، اللي هيبقى عندي هنا اجمل فعل ماض جاء على صوره الايه؟
الامري، فعل ماضي جه على صوره الامري للتعجبي، والباء حرف جر زائد، والسماء هتبقى المتعجب منه مجرور فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، يبقى مجرور لفظا فاعل مرفوع مجرور لفظا مرفوع محلا. طيب عندي شروط التعجب، صيغتي التعجب، ما افعله وافعل به. الشروط بقى زي ما هي مكتوبه قدامك اهي. الشرط الاول ان يكون ثلاثيا متصرفا، الشرط الثاني الشرط الثالث تاما مثبتا مبنيا للمعلوم ليس الوصف منه على افعل لازم مؤنثه فعلاء قابل للتفاوت. طيب ثلاثيا ان يتكون من ثلاث حروف زي ساء وجمل، هيبقى ما اسوأ، ساء ما اسوأ، عندك اهي ساء هتبقى عندك ما اسوأ. طيب وجمل ما اجمل، مش هو دي اللي احنا مش دي اللي احنا اتفقنا عليه؟ هيبقى هي دي اللي احنا اتفقنا عليه يا استاذ، دي اللي اتفقنا عليه. لذلك عندي ساء ثلاثي وجمل ثلاثي. طب ان يكون متصرفا ياتي منه المضارع والامر، متصرفا ياتي منه المضارع والامر. ان يكون متصرفا يعني ياتي المضارع والامر. عكس المتصرف، عكس المتصرف جامد، عكس المتصرف جامد. جامد زي مين؟ زي نعمة، بئس، عسى، وانا ماشي. طيب تام عكس التام عكس التام غير عكس التام الناقص، ناقص، ناقص زي مين؟ كان واخوات، كان واخوات افعال ناقصه. طيب مثبت عكسه منفي، مثبت اللي هو ما لم يسبق بدات نافع عكسه منفي. مبني المعلوم، مبني المعلوم عكسه مبني للمجهول، مبني للمجهول زي مثلا عندي يهان، مثلا يهان دي مبني للمجهول. اما المبني المعلوم يهين، يعرف، يقرا. زي ساء جمل الفعل بتاعها معروف ليس الوصف منه على افعل لازم مؤنثه فعلاء، اي لا يدل على لون او عين، لون ولا عين، اللي هو احمر حمراء اعرج عرجاء. قابل للتفاوت يعني في درجات، في تفاوت متفاوت درجة، زي الجمال، زي القبح، زي الحسن، زي الشدة، الكبر او الصغر، يبقى في تفاوت. اما مات، فني، هلك، غرق، فدي افعال غير قابله للتفاوت لانها ما فيش فيها زياده ولا نقصان. طيب اذا دي الشروط، الشروط معايا اهي. طيب اذا لم تتحقق هذه الشروط ممكن اتعجب بتعجب قياسي، ممكن، بس خلي بالك من اللي مش هينفع اتعجب منه نهائي. اللي مش هينفع اتعجب منه لو كان فعل جامد، الفعل الجامد لا يتعجب منه نهائيا. وايضا الفعل الغير قابل للتفاوت. يبقى عندي فيه نوعين من الافعال لا يتعجب منهم، مش مفتوح لهم تعجب اساسا خالص، الفعل الجامد والفعل الغير قابل للتفاوت. افتكروا الفعل الجامد والفعل الغير قابل للتفاوت لا يتعجب منهم، الفعل الجامد والفعل الغير قابل للتفاوت لا يتعجب منهم، عشان يبقى احنا عارفين الجزئيه دي. اما الباقي، بقيه الاجزاء ينفع نتعجب منهم بس طبعا بشروط معينه. الاول تعالوا نشوف مثال على ما انطبقت عليه الشروط. جمل وكرم، جمل وكرم، هتقوم قايل لي ايه؟ انطبقت على الشروط ان هو ثلاثي تام مثبت متصرف مبني المعلوم قابل للتفاوت، ليس الوصف منه على افعل لازم مؤنثه ايه؟ فعلاء. كل الشروط انطبقت عليهم الاثنين اهو، تمام اهو. هتقوم جايبها بقى على الصيغتين على طول. ما اجمل الحدائق، اجمل بالحدائق. طيب ما اكرم خالدا، اكرم بخالد. ها اتصوفت الشروط؟ يبقى تعجب منه مباشره، لان شروط التعجب عندي اما مباشره او غير مباشره. لذلك خلي بالك بقى في الجزئيه دي. قال لك ايه؟ في حالة فقد الفعل لشرط من الشروط كأن يكون مثلا لو كان جامد، مش انا اتفقت قلت لك الجامد والغير قابل للتفاوت لا يتعجب منه مطلقا، لا يتعجب منه مطلقا. الجامد والغير قابل للتفاوت لا يتعجب منه مطلقا، عشان بس نبقى احنا عارفين بالجزئيه دي. الجامد والغير قابل للتفاوت لا يتعجب منه مطلقا، تمام. اما الغير ثلاثي، الغير ثلاثي الفعل الغير ثلاثي والناقص واللي ياتي منه الوصف على وزن افعل اللي مؤنثه فعلاء ينفع اتعجب منه. طب المنفي ينفع؟ طب المبني المجهول بس خلي بالك بقى، انا عاوز اقول لك على حاجه. تعال نروح لسبورتنا الثانيه ونيجي هنا. انا هجيب لك هنا الفعل، نقول الفعل غير الثلاثي، وعندي الناقص،
وعند أيضا ما دل على لون. طيب عندي النوع الثاني اللي هو المنفي، الفعل المنفي والمبني للمجهول. هعمل فيهم ايه؟ هتعجب منهم بطريقتين. الطريقه الاولى الاثنين هيتعامل معاهم نفس الحكايه. الطريقه الاولى قال لي ايه؟ عن طريق فعل مساعد، فعل مساعد مستوف للشروط، فعل مساعد مستوف للشروط. تمام. زي مين الفعل المساعد المستوفي للشروط؟ زي اعظم، جاي من عظمه. زي اشد، جايه من شده. زي احسن، احسن جايه من حسنه. تمام، احسن. زي اجمل. وانا ماشي بقى اي فعل فيه الشروط. طب الشرط الثاني، يعني الشرطين لازم يبقوا مع بعض. هجيب المصدر سواء الصريح او المؤول، هجيب المصدر سواء الصريح او المؤول من الفعل المراد التعجب منه. يعني انا هجيب قبل الفعل اللي انا اتعجب منه ده اهو، قبل دولت اللي انا هشتغل عليهم دول، هجيب قبلهم ايه؟ واحد فعل مستوفي للشروط. تمام. واحط الاركان، وهجيب المصدر من الافعال دي، سواء المصدر هنا الصريح والمؤول، هنا الصريح والمؤول عادي. يعني هنا هيبقى الصريح والمؤول، هنا بس هيبقى المؤول. يعني كده كده هجيب الفعل المساعد اهو. وليكن انا مثلا عاوز اجيب تقدم، وعاوز اجيب كان، وعاوز ايضا خضر اهو. ده هنا غير ثلاثي، هنا ناقص، هنا دل على لون. انا عاوز اجيب هنا، هجيب لا يهان. لا يهان منفي بالاضافه مبني للمجهول الاثنين. طب انا هعمل ايه هنا في الاثنين؟ هعمل ايه؟ هقوم قايل اول خطوه هجيبها، هقول ما الصيغه الاولى ما اجمل، او اجمل ب، واجيب المصدر الصريح من تقدم تقدم. طب كان كون. طب خضر خضرة. صح كده؟ اديني جبت المصدر الصريح. طب المصدر المؤول من كان، المصدر المؤول من تقدم ان يتقدم. طب المصدر المؤول من كان ان يكون، ان يغدر. صح؟ ان يغدر. اديني جبت المصدر المؤول. طيب حطهم لي بقى في الجمله بقى معاك هنا، حط لي في الجمله كده. هتقول لي بقى ما ايه؟ ما اجمل تقدم الوطن. اهو، ما انا جبت الايه؟ الصيغه الاولى ما اجمل تقدم الوطن. طب الثاني اجمل بتقدم الوطن. اجمل بتقدم الوطني. تمام يا شباب في ديت. طب لما تقول ما اجمل ان يتقدم الوطن، طب فين الاركان؟ خلاص بقى، ما انت هتمشي مع الاركان. ما التعجبيه؟ فعل التعجب المتعجب منه. يعني اذا انت كنت رايح هتجيبه، خليته المتعجب منه اللي هو المصدر الصريح او المصدر المؤول. هنا بقى مفتوح لي خانه واحده. يعني خلي بالك، اللي فيه كل الشروط بياتي مباشره. اللي خلي شرط من الشروط كان غير ثلاثي او ناقص او دل على اللون، هجيب الفعل المساعد، هجيب قبله فعل مساعد، احط الجزء الاول قبله، وهجيبه هو المتعجب منه، هخليه هو المتعجب منه. بس هيكون عندي الحريه، يا اما مصدر مؤول او مصدر ايه؟ صريح. اما الجزء الثاني اللي هو المنفي او المبني المجهول، مش هيبقى قدام لي مفتوح الا خانه واحده. بعد ما اجيب فعل مستوفي للشروط هجيب المصدر المؤول بس. يعني هنا هقول مثلا ما اجمل. طيب لا يهان، المصدر المؤول من لا يهان ألا يهان. يبقى ما أجمل ألا يهان الرجل، علامة تعجب. أو أجمل بألا يهان الرجل.
يبقى اذا كده جبتها على الطريقتين. يبقى انت خدت بالك من الشروط كده، اذا تحققت الشروط كلها هياتي مباشره. طب اذا لم تحقق الشروط، خلي بالك الجامد والغير قابل للتفاوت مفيش تعجب منهم. الجامد والغير قابل للتفاوت مفيش تعجب منهم. طب لو كان دال كان غير ثلاثي او ناقص او دل على لون اللي هو ليس الوصف منه على افعل لازم ونصف على، طيب هيبقى بالتالي هجيب منه كده كده هجيب فعل مساعد قبله، وهجيبه الايه؟ هجيبه المتعجب منه، يعني هجيب مصدر صريح او مصدر مؤول منه. طب لو كان مبني المجهول او منفي هجيب فعل مساعد وهجيب بس المصدر الايه؟ المؤول. تمام. هي هنا اللي احنا بنتكلم عليها ادي الشروط اهيت. فقال لك ايه؟ يتعجب منه كما يلي: واحد، ناتي بفعل مساعد تنطبق عليه الشروط على احدى الصيغتين ما افعله او افعل به. هناتي يبقى نجيب فعل مساعد، ثم ناتي بمصدر الفعل الفاقد ايه؟ سواء صريحا او مؤولا. اهو التطبيق انتقل وزرق هيبقى ما اكثر انتقال او ما اكثر ان ينتقل. تمام. ما اشد زرقة البحر، هنا التطبيق الثاني المصدر مؤول. تعاون يبقى ما اروع ان يتعاون، يبقى جبتها مصدر صريح او مصدر مؤول. اما هنا اذا كان منفيا او مبني المجهول هيبقى قدامي حاله واحده. اولا هجيب الفعل المساعد المستوفي للشروط يتم التعجب منه بالطريقه السابقه، غير اننا لا ناتي الا بالمصدر، لا ناتي بالمصدر الصريح بل مؤول. هنجيب المصدر المؤول اهو، والتطبيق المصدر المؤول اهو. تطبيق المصدر المؤول لا يندم ولا ويقام، يبقى ما اشد الا يندم. ما هو لا يندم هتبقى الا، هنحط قبلها ان، يبقى ان زائد لا هتبقى ايه؟ الا. ان زائد لا الا. واحسن بان يقال الحق. تمام. عندك هتلاقي صوره للتعجب بقى، صيغه التعجب ما يفعله او التعجب بصيغه افعل به، سواء بقى كان بالطريقه الحاله الاولى او الحاله الثانيه. يعني شوف في الحاله الاولى انتصر دي غير ثلاثي، خضراء لون، اصبح فعل ناقص. هجيب على الشكلين: ما اروع انتصار الجيش، ما اروع ان ينتصر الجيش. خضرة ما احسن خضرة الزرع، احسن ما احسن ان يخضر الزرع. خدت بالك منها؟ اصبح ما احسن ان يصبح الانسان نشيطا. طب هنا بقى الصيغه الثانيه: اروع بانتصار الجيش، اروع بان ينتصر الجيش. وانت ماشي بقى انت عرفت تتعامل ازاي. اللي هو هنعمل ايه؟ ناتي بفعل مساعد مستوفي للشروط والمصدر المتعجب منه سواء صريح او مؤول، انا حر في الاثنين. طب لو في الحاله الثانيه ايه اللي هيحصل في الحاله الثانيه يا حبايبي الطلاب؟ في الحاله الثانيه قال لي ما عندكش، شوف، ما عندكش الا المصدر المؤول بس، المصدر المؤول بس اهو. ما أجدر ألا يخون الوطني. ما يبقى لا يخون، يبقى ألا يخون. يهان أن يهان، يهان أن يهان. طيب الحالة الثالثة اللي هي فانية وعسى لا يتعجب منه. يبقى الحالة الأولى إذا فقد شرط من الشروط في الحالة الأولى يتعجب منه بالطريقتين: مصدر صريح ومصدر مؤول. الحالة الثانية اللي هي المنفي والمبني المجهول يتعجب منه طريقة واحدة بس اللي هي هيبقى المصدر المؤول. اما الحاله الثالثه اللي هو مين؟ كان الفعل الغير قابل للتفاوت والفعل الجامد لا يتعجب منه. ليه؟ لانه غير قابل للتفاوت او فعل ايه؟ جامد. تمام يا شباب في الجزئيه ديت؟ تمام. تعالوا بقى نروح نوع من انواع النداء اللي هو اسمه نداء التعجبي. النداء التعجبي ايه؟ يا لجمال الطبيعه، يعني نداء وتعجب في نفس الوقت، بنادي وبتعجب في نفس الوقت. طيب ده اسمه نداء تعجبي، وهو النداء التعجبي اهوت معانا نوع من انواع النداء. معايا يا لجمال الطبيعه في الربيع، ويتكون هذا الاسلوب من ايه؟ الياء اداه نداء وتعجب، ومفيش الا هي بس. الياء اداه نداء وتعجب، حرف مبني لا محل له من الاعراب، واللام حرف جر زائد، اللام ده هتبقى حرف جر زائد، وجمال مجرور لفظا منصوب محلا، والطبيعه طبعا مضاف اليه في الربيع. تمام يا جماعه في ديت؟ عشان هنا هتلاقي المنادى المتعجب منه يكون مجرور باللام المفتوحه، وطبعا ويجوز ان اقول يا جمال الطبيعه، وفي النهايه تبقى ايه؟ حكم المنادى منادى ايه؟ مضاف. تمام. طيب هنا بعض الملحوظات بيقول لك: اذا طلب منك صياغه تعجب قياسي من فعل ما فاتبع الخطوات التاليه. ايه هي الخطوات؟ قال لك اذا تحققت في الفعل الشروط السبعه على طول هات ما زائد الفعل افعل، هات الفعل على طول على وزن افعل، والمتعجب منه بيكون منصوب زائد مكملات الجمله، او صغ منه افعل وابدا به كالتالي اهو: افعل به زي تنمو مشاعر الحب في ظل الوفاء، صغ من الجمله السابقه تعجبا، يبقى ما انمى مشاعر الحب، ما انمى على طول. طيب او ان هنا هيطلع لي ملحوظه. اللي هي الملحوظه الفعل، خلي بالكم الملحوظه اللي عاوزينها صيغه افعل به.
افعل ب احنا اتفقنا ان هي جت على صورة الامر، فلو كانت من فعل من فعل معتل الاخر هقول ايه؟ ان بالربيع او بالزرع. ان. طب لو انا جبت بالصيغه الثانيه هقول ما ان ما الربيع. هلا يعني انت فهمت انا عاوز اقول لك ايه؟ طب لو كان من فعل مشدد، ما اشد، ما اشد خضره الزرع. طب انا عاوز اجيب على الصيغه بقى الثانيه افعل بيها، هتقول ايه بقى؟ اشدد بخضره الزرع. اشدد بخضره الزرع، يعني فكيت التشديد، فكيت التشديد. خلي بالك من الجزئيه دي، خلي بالك من الجزئيه دي عشان ما يضحكش عليه. لذلك هنا ما انمى مشاعر الحب، خلاص اهو فعل ماضي جامد مبني على الفتح المقدر. ان فعل ماضي جاء على صوره الامر مبني على الايه؟ مبني على حذف حرف الايه؟ العله. طيب اذا لم تحقق في فعل الشروط فاتبع احدى الطريقتين، اما ما واحسن او اقبح زائد ان والمضارع والمتعجب منه ومكملات الجمله. تمام؟ او الطريقه الثانيه احسن او اقبح والباء وان زائد المضارع المتعجب منه. طيب مثال عندك اهو، اجتهد الطلاب ولا يطاع الوالدين. هتقول ايه؟ ما احسن ان يجتهد الطلاب، ما احسن بان يجتهد الطلاب. طب لا يطاع، ما اقبح الا يطاع الوالدين، اقبح بالا يطاع الوالدين. تمام؟ طبعا هنا الطريقتين دول تصلحان التعجب من جميع الافعال عدا الجامد وغير الايه؟ القابل للايه؟ للتفاوت. الجامد والغير قابل للتفاوت لا يتعجب منه. طيب عندي في جزئيه هنا، الفعل المستوفي للشروط لنا نتعجب منه بكل الطرق. يعني الفعل اللي فيه كل الشروط نتعجب منه بكل الطرق. اما اقول لك ما اجمل الربيع، ما افضل ان يجمل الربيع، اجمل بالربيع، ما افضل ان يجمل، ما افضل ان يجمل الربيع، اجمل ما اجمل الربيع، ما افضل ان يجمل الربيع. ادينا قلتها اهو. طب افضل بان يجمل الربيع، افضل بجمال الربيع. فهمتوني؟ يعني انا جبتها على كذا صيغه عادي مفيش مشكله خالص، فيها كل الشروط نفع. طيب الثاني ما انفع العلوم، ما انفع العلوم. دي هنا طريقه ثانيه خالص، خلي بالك هنا دي ما التعجبيه، دي اسلوب تعجب. هنا دي تعجب، خلي بالك عشان ما تقعش في الفخ دي. مش اي حاجه ما على طول يبقى ما التعجبيه، احنا عندنا ما كذا نوع، وان كنت عاوز بالتفصيل اسلوب التعجب انا عامله بالتفصيل، عامله بالتفصيل لك. ما انفع العلوم، دي اسلوب تعجب يبقى ماشي مع الاركان. ما التعجبيه فعل التعجب والمتعجب منه. اما ما انفع العلوم دي اسلوب استفهام، دي اسلوب استفهام يا شباب. وطالما اسلوب استفهام يبقى ما الاستفهاميه هنا مبتدا واللي بعدها اسم تفضيل. ده على فكره مش فعل، دي اسم تفضيل، ده هيبقى اسم تفضيل. يعني يعرب ايه؟ يعني يعرب خبر، خبر مرفوع علامه رفعه الضم. انما هنا دي فعل التعجب، دي فعل التعجب. خلي بالكم في الاثنين، يعني ده ما التعجبيه في اسلوب التعجب هيبقى الفعل على وزن يفعل فعل التعجب. الاستفهام اسلوب الاستفهام ما الاستفهاميه يبقى اللي بعدها هيكون اسم ويعرب حسب موقعه في الجمله، وفي الغالب هيعرب خبر. طيب في عندي ملحوظه ثانيه، الاسم النكره المنصوبه الواقع بعد تمام جمله التعجب يعرب تمييزا. زي ما اجمل الفتى خلقا، خلق هنا هيبقى ايه؟ تمييز. وصلت يا جماعه؟ قد يفصل في الملحوظه ديت مهمه، خلي بالك عشان الملحوظه دي مهمه وممكن تلاقيها لانها جت في التطبيق في التقييمات. قد يفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالظرف او الجر والمجرور او النداء. بص كده شوف اللي معايا كده، ما اجمل اليوم، اليوم دي ظرف زمان منصوب علامه نصب الفتحه لذلك شيله، وانت بتعجب منه اساسا انت شيله. ما اجمل شروق الشمس، اذا المتعجب منه هيبقى ايه؟ شروق. فخلي بالك عشان ما تقعش في الفخ ده. طيب اجمل بالفتاه ان تتفوق، تقدير الكلام اجمل بان تتفوق الفتاه، يبقى هنا الجار والمجرور. ما انبل يا محمد اخلاقك، اخلاقك. ألا ما اجمل يا محمد اخلاقك، ايه اللي حصل؟ ما اجمل اخلاقك يا محمد، دي اسلوب نداء. وايضا كان ممكن تيجي زائده ما بين اركان اسلوب التعجب اسمها كان الزائده،
اهي ولا لها لا لها اسم ولا خبر. ما كان اسهل، ما كان اسهل الامتحان، تقدير الكلام ما اسهل الامتحان، فكان هنا طبعا زائده، كان هنا هتبقى زائده. تمام يا شباب؟ وهنا نكون خلصنا او لخصنا اسلوب التعجب. ونيجي للفرع الثاني في الجزء الأول من مراجعتنا، ألا وهو الأسلوب الإنشائي، البلاغة ضمن البلاغة. فالبلاغة درسنا في سنة أولى، درسنا علم البيان ودرسنا جزء من علم البديع في سنة أولى، وكملنا عليه في سنة تانية الترم الأول. السنة دي أو الترم ده إن شاء الله هناخد الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية وأسلوب التوكيد. طيب، لكن احنا النهارده في صدد الاسلوب الانشائي. بس قبل ما اروح للاسلوب الانشائي اعرف ان لازم يكون عندي الاسلوب على نوعين يا شباب. تلخيص سريع كده واحنا ماشيين بسرعه. الاسلوب عندي نوعين، اسلوب انشائي واسلوب خبري. ابدا بالاسلوب الانشائي عشان احنا كلامنا النهارده على الاسلوب ابدا بالاسلوب الخبري عشان كلامنا النهارده على الاسلوب الانشائي. طب الاسلوب الخبري قال لي ايه؟ قال لي هو اسلوب يحتمل الصدق او الكذب، كلام يحتمل الصدق او الكذب. تمام اهو. قال لي ايه الاسلوب الخبري؟ هو علامته انه يحتمل الصدق او الكذب، فإن طابق الواقع، إن كان مطابق للواقع فهو صادق، وإن كان مخالف للواقع فهو كاذب. طبعا بنستثني من ده الأمور الدينية، الأمور الشرعية الدينية، مثل آيات القرآن الكريم، القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، فدي تستثنى من الكلام لأنها صادقة، لأن بما أنا مؤمن وموحد بالله سبحانه وتعالى فأنا مؤمن بها، فهي أمر قطعي. لكنها تعد اسلوب خبري، فالاسلوب الخبري يحتمل الصدق او الكذب، ان كان مخالف للواقع فهو كاذب، وان كان متفق مع الواقع فهو صادق. زي عندما اقول الطالب نشيط، الطالب نشيط، اذا كان هذا الامر صحيح فكده صادق. طب وان كان الطالب كسول يبقى هذه الجمله تحتمل الكذب. طب هنا دي اسلوب ايه؟ هيبقى اسلوب خبري. تمام. اما الاسلوب الانشائي فعلاماته ايه؟ علامات الاسلوب الانشائي، علامات الاسلوب الانشائي قال لي انه لا يقال فيه ان قائله صادق او كاذب، يعني لا يحتمل الصدق او الكذب. انت بتنشئ اسلوب هتقول لي كاذب، بقول لك اكتب الدرس، اقرا، لا تضيع وقتك، لا. هل ذاكرت الدرس؟ الم تذاكر الدرس؟ تقول انت كذاب؟ لا طبعا. او هذا الكلام خطأ؟ لا طبعا، لان هو اسلوب انشائي، فالاسلوب الانشائي لا يقال فيه ان قائله، لا يقال عليه ان قائله صادق او ايه او كاذب. طيب، بس الاسلوب الانشائي بينقسم عندي لنوعين، لطلبي وغير طلبي. تاني، الاسلوب الانشائي هينقسم عندي نوعين، طلبي وغير طلبي. هبدا بالغير طلبي. الغير طلبي اللي هو التعجب، خلي بالك اللي لسه كنا متكلمين عليه من شويه في بدايه المحاضره، التعجب. تمام. التعجب البلاغي ده التعجب معانا اسلوب انشائي غير طلبي. القسم، والله او بالله او تالله او لعمرك والله لا اذاكرن الدرس، ده قسم. المدح والذم، المدح والذم، المدح والذم زي مين؟ زي نعم العمل الإخلاص، أو نعم الصفة الإخلاص. فطبعا هيبقى أسلوب إيه؟ أسلوب إنشائي غير طلبي. الرجاء أسلوب أيضا إنشائي غير طلبي. لعل الطالب يذاكر، فدي أسلوب إنشائي غير طلبي، بل أسلوب إنشائي غير طلبي. التعجب، القسم، المدح والذم، الرجاء، وأيضا كم الخبرية. كم الخبرية؟ اما اقول لي ايه مع كم؟ كم من طلاب حققوا النجاح. كم اللي بتدل على الكسر حتى في نهاية علامة تعجب، فدي اسلوب خبري، دي اسلوب اسلوب انشائي، بس انشائي غير ايه طلبي، يبقى الاسلوب الانشائي غير الطلبي اول ما تلاقي تعجب، قسم، تعجب، قسم، مدح وذم، الرجاء، يبقى دي انشائي غير طلبي. اما الانشائي الطلبي بقى فهو اما الامر الخمسه بقى، امر، استفهام، نداء، نهي، تمام، امر، نهي، استفهام، تمني، نداء، امر، نهي، استفهام، تمني، نداء، دي اسلوب انشائي. طيب ما هو دي احنا خدناه في سنه اقول لا، ما احنا عاوزين بقى الاسلوب الانشائي سواء شكله في الكلام، هناخد بقى عاوزين شكله في الكلام، بكرر تاني اهو، الاسلوب الانشائي شكله في الكلام ايه واغراضه ايه. يعني ايه؟ يعني انت هتقول لي الاسلوب اللي قدامك ده اهو، يا اللهم نجحني، كلمه نجحني اسلوب انشائي نوعه امر، طب غرضه ايه؟ ايوه هو ده اللي احنا عاوزينه، خرج عن الغرض الحقيقي بتاعه لغرض بلاغي اخر، الا وهو غرضه هيبقى هنا الدعاء، لان انت بتنادي على ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك خلي بالك عشان الاغراض.
فبالتالي في التلخيص اللي انا عاوز اقولها لك بقى دلوقتي واحنا ماشيين وهنخش عليها بالتفصيل، الاسلوب الانشائي سواء الامر او النهي. طيب اذا كان الامر او النهي، اذا كان الاسلوب من العبد الى الرب، من العبد الى الرب، طبعا خرج عن معناه الحقيقي اساسا لمعنى بلاغي وهو الدعاء، وهو الدعاء. اذا كان الامر او النهي من العبد الى الرب فغرضه الدعاء. طبيعي، لان انت لن تامر الله سبحانه وتعالى، وانما انت تستخدم صيغه وقالب الامر او النهي من اجل ان تتوسل ان تدعو الله سبحانه وتعالى. تمام في ديت؟ طيب اذا كان الامر من العبد الى الرب الدعاء. طب اذا كان الامر من الاقل في المكانه الى الاعلى، من الشعب، من احد الرعيه الى الحاكم، من احد الرعيه الى الحاكم، يبقى رجاء، رجاء وتوسل، رجاء وتوسل. طب اذا كان الامر او النهي بين متساويين، اتنين متساويين، اصدقاء، اخوه، بين متساويين، التماس، حتى التمس لاخيك عذرا، التماس، سجل دي معايا. يبقى الامر والنهي من الامر من العبد الى الرب دعاء، من الاقل الى الاعلى كاحد الرعيه الى الحاكم، هيبقى هنا ايه؟ رجاء وتوسل. بين المتساويين التماس. طيب لما تيجي بقى اذا كان الامر او النهي فيه فائده، فيه فائده ولا يترتب عليه اي عقوبه، في فائده ولا يترتب عليه عقوبه. انا دلوقتي انا مش عارف مين اللي قاعد قدامي دلوقتي، فبقول لك حبيب الطالب، دكتور، باشمهندس، يا دكتور، يا مهندس، ذاكر، اجتهد، احرص على وقتك، ركز. طب لو انت ما عملتش دولت، هل في انا هقدر ادي لك عقوبه؟ لا. يبقى اذا دي نصح وايه؟ لان اللي بنصحك دلوقتي انا استخدمت ايه؟ اللي انا عاوز افهمه لك ان الاساليب الانشائيه ديت ممكن استخدمها في معناها الحقيقي، فيبقى هنا دي غرضها الحقيقي اللي هو يا الامر يا النهي يا الاستفهام. لكن ممكن تخرج عن الغرض الحقيقي، تخرج عن الغرض الحقيقي لغرض بلاغي اخر، فهي بقالب اسلوب انشائي لكن لها غرض بلاغي. فاهمني؟ زي قوله تعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. هو ربنا بيسالنا ولا ربنا بيقرر الامر؟ تقرير وتوكيد، تقرير وتوكيد، واجلها لما يجي على الاستفهام دلوقتي اجلها. يبقى اذا هخرج من معناها. الله عندما يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا دي اسلوب انشائي، نوع نداء، غرض الدعاء، غرض الدعاء، واصرف غرض الدعاء. تمام يا شباب في ديت؟ فاذا بنقول الامر او النهي من العبد الى الرب، ها رد معايا ويلا، دعاء. طيب من الاقل الى الاعلى، ها رجاء. طب بين المتساويين في الرتبه او في المكانه او في الاخوه التماس. طب اذا كان فيه فائده ولا يترتب عليه عقوبه سواء ماديه او عقوبه دنيويه او اخرويه، يبقى نصح وايه؟ وارشاد. يبقى عندي نصح وارشاد. طب اذا كان به تهديد، يبقى اكيد للتهديد، تهديد وتحذير. طب اذا كان التقليل من الشأن الامر او نهي ده، وانا بقلل من شأنك، يبقى تحقير، للتقليل من الشأن تحقير. طب اذا كان الامر فيه اباحه وتسويه بين الامرين، افعل كذا او كذا، افعل ايه؟ ذاكر، او ذاكر النحوي او ذاكر النصوصي، يبقى اباحه او تسويه. تمام؟ يعني في اغراض معايا. طيب اذا كان، خلينا مع الامر والنهي الاول كده وبعدين لما نروح على الاغراض الثانيه نروح لها. بس الامر عندي بكذا شكل، خلي بالك حبايب الطلاب، الامر عندي اربع صيغ، اربع اشكال. اسلوب الامر، اسلوب الامر مش فعل الامر، اسلوب الامر اربع اشكال. الشكل الاول او الصيغه الاولى فعل الامر، يعني فعل الامر مش هو اسلوب الامر بس، لا، ده اسلوب الامر اربع صيغ من ضمنهم فعل الامر. فعل الامر مثل قوله تعالى مخاطبا لنوح، كقوله تعالى مخاطبا لنوح واصنع الفلك باعيننا وحينا. اصنع، اصنع، اسلوب امر، اسلوب امر، اسلوب امر بيستخدم فعل الايه؟ الامر. طيب المضارع المقترن بلام الامر، زي احنا خدنا في الترم الاول الفعل المضارع يجزم اذا سبق بلام الامر او لم او لا الناهيه، صح كده؟ اذا لينفق، اللام لام الامر، يبقى ينفق فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون، بس دي امر، اسلوب امر، اسلوب امر. الصيغه مضارع مقترن بلام الامر. اما اسم الفعل الامر، اسم الفعل الامر اللي هو الدرس على الثالث عندنا في النحو، في عندي دروس النحو 4 في الترم الثاني، اسلوب التعجب، اسلوب الاختصاص، اسماء الافعال اللي هو اسم الفعل الماضي او المضارع او الامر. فاسم الفعل الامر زي عليكم انفسكم، اي الزموا انفسكم، دل على الفعل الزموا، يبقى هنا اسم فعل امر، يعني اسلوب امر
بس جاي على صيغه ايه؟ اسم الفعل الامر. او هناك بعض المصادر تقوم بعمل فعلها، تدل على فعلها. المصدر بيدل على فعل، زي صبرا مهلا، صبرا مهلا رويدا اهو، يبقى دي اسمها المصدر النائب عن فعل الامر. زي كقول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. صبرا صبرا، يبقى ده هيكون المصدر اللي هنا. صبرا، صبرا دي مفعول مطلق، اعربها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اصبر. تمام؟ يبقى اذا الامر يا جماعه عندي على كام شكل؟ اما فعل الامر، اما المضارع المقترن من لام الامر، او اسم فعل الامر، او المصدر النائب عن فعل الامر. طيب احنا اتفقنا ان الاسلوب الامر قد يخرج عن الغرض الاساسي لغرض بلاغي، صح؟ سريعا يلا تعال نبص على الاغراض، اشهر الاغراض معنا نصح وارشاد، انه اتفقت اذا كان الامر فيه فائده للمخاطب ولا يترتب عليه عقوبه، مفيش عليه عقوبه، زي قول الشاعر: فخذوا العلم على اعلامه واطلبوا الحكمه عند الحكماء. طب انا لو ما خدتش العلم او طلبت الحكمه هل هعاقب؟ لا. يبقى هنا نصح وايه وارشاد، لان في فائده، هو بنصحك. طب انا انصحك بصيغه ايه؟ اسال، ما سالتش نفسك. انا لما اجي ادي لك نصيحه دلوقتي، اما اجي ادي لك نصيحه واقول لك خلي بالكم حبايبي الطلاب اولادي، احنا خلاص انت اثناء وانت بتسمع دي ممكن يكون صباح عندك الامتحان الصبح، حسب ما انت هتسمع المحاضره دي امتى. طيب ذاكر، ركز، انتبه، انتبه لكل كلمه بقولها، ما تملش، ما تسرعش، وخليك معايا مع كل جزئيه، وسجل واكتب، ولو في عندك سؤال ابعته في التعليقات وهرد عليك. ما تضيعش مستقبلك ولا تضيع ولا ثانيه. طب دي معناها ايه؟ انا بنصحك، دي نصيحه. طب النصيحه اللي انا بقدمها لك ديت استخدمت فيها اسلوب ايه؟ استخدمت فيها اسلوب النهي، استخدمت قالب اسلوب النهي، قالب اسلوب الامر عشان تقديم النصيحه، استخدمت قالب اسلوب النهي عشان اقدم لك النصيحه. تمام؟ في ديت يا جماعه. ولا انت هتنصح ازاي؟ انت هتنصح اخوك الاصغر منك او اختك الاصغر منك ازاي؟ مش هستخدم الامر والنهي، فدي القالب اللي انا هستخدمه. هامر ربنا هدعو ربنا ازاي؟ دعاء الله، كيف ادعو الله سبحانه وتعالى؟ ما هيبقى بصيغه الامر وبصيغه النهي. يبقى اذا خرج عن الغرض الاساسي اللي هو الاسلوب ده مصنوع له، الاسلوب ده معمول له، اللي هو ايه؟ الامر الحقيقي او النهي الحقيقي. تمام؟ فبالتالي بصوا كده عندك، يبقى احنا شفنا النصح والارشاد اهو. طيب ممكن يكون غرض الدعاء اذا كان الامر من العبد الى ربه، مثل قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. هل انا بامر ربنا والعياذ بالله؟ طبعا لا، الامر لله وحده سبحان من يقول شيء كن فيكون. لكن انا عبد ادعو الله سبحانه وتعالى. طب كيف ادعو؟ الصيغه اللي ادعو بيها. انا عاوز اوصل لك الفكره الاول، عشان دايما السؤال استاذ الاسلوب الانشائي ده رخم ممل، حفظته ومش عارف احل ليه؟ لان انت هتشوف الابيات اللي قدامك او الايه او الحديث او المقال اللي قدامك او الخطبه اللي قدامك او الرساله اللي موجوده قدامك، الاسلوب الانشائي هنا بيحمل ايه؟ الغرض منه ايه؟ استخدم الكاتب هنا او استخدم الشاعر القالب الامر او النهي او الاستفهام ليوصل ايه؟ عشان يوصل لك ايه؟ هل ينصحك؟ هل يهددك؟ هل تعظيم؟ هل تحقير؟ هل تسويه؟ هو عاوز ايه بالظبط من الكلام؟ كلام يفهم. فبالتالي انظر الى قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر. رب اشرح ويسر. ها، يبقى من العبد للرب، اكيد ديت هيبقى دعاء. طيب الالتماس قلنا ما اذا كان الامر بين شخصين متساويين في المكان، زي شوقي مخاطبا الصاحبين اصحابه: وسلا مصر هل سلا القلب عنها او اسى جرح او الزمان المؤسي. سلا اساله، اسلوب انشائي بيخاطب مين؟ اصدقاء. ها، طالما الخطاب للاصدقاء، الخطاب للمتساويين، يبقى على طول ها رد عليا التماس. طيب التمني دي بقى اذا كان المأمور غير عاقل، اما بتؤمر حد غير عاقل او الامر صعب تحقيقه، بتؤمر حد غير عاقل، بتؤمر الليل، بتؤمر النهار، بتؤمر النفس، بتؤمر العقل، او بتنهي امر او نهي للعاقل غير العاقل او امر صعب تحقيقه، يبقى التمني لان التمني صعب التحقيق، اما الرجاء فدي اللي ممكن يتحقق. لذلك قال الشاعر قال امرؤ القيسي يقول: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هو الليل دي عاقل؟ لا. هو الليل هيسمع كلامي؟ لا. إذا الأمر هنا مستحيل تحقيقه، صح؟ يبقى إذا إيه؟ بتمنى إن هو يتحقق، بتمنى. التمنى حتى حرام يا شيخ، أنت حتى بتقول افعل كذا وافعل كذا، أنت بتكلم مين؟ النفس. التمني بكلم غير العقل. التمني التوبيخ والإشفاق. توبيخ: أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك بيوبخ القلب.
هو بيكلم القلب وبيوبخه. ده طبعا توبيخ. التسوية، التساوي نتيجة في جميع الحالات، زي ما الشاعر بيقول له ايه، عش عزيزا او موت وانت كريم. انا بجيب لك مجموعة امثلة بقى عشان تبقى ايه قدام وانت طبق بقى براحتك. عش عزيزا او موت وانت كريم، اكيد هنا في تسوية. تعجيز اللي هو شيء يعجز المأمور عن تنفيذه، مش هيقدر يعمله. اما امرك بحاجة وانا عارف انت مش هتعملها، يبقى دي للتعجيز، دي للتعجيز. لذلك قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل أحد يستطيع أن يخلق شيء غير الله؟ الله هو الخالق للكون كله. هذا خلق الله فأروني، اسلوب انشائي، نوع امر غرضه التعجيز. التوبيخ والتهديد اللي هو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت تهديد. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يا ابن ادم افعل ما تشاء فكما تدين تدان. افعل، تهديد، تهديد. تمام. الاباحه مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذا كلوا واشربوا، دي الغرض. ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا الاكل والشرب ليلا، الاكل والشرب ليلا. مش دي معنى الايه ان مباح الاكل والشرب؟ يبقى هنا ايه الامر؟ هنا غرضه الايه؟ الاباحه. اباحه، كل واشرب براحتك. التحقير لما شيء يعجز المأمور عن تنفيذه او تحقيقه. فدع الوعيد فما وعيدك ضائري اطانين اجنحه الذباب يضير. انا بحقر الشاعر، سيبك من التهديد اللي انت بتقوله لي ده. اطانين، ومديله مثال كمان، اطانين اجنحه الذباب يضير. هو صوت جناح الذبابه هيضرني، فيعني عاوز يقول له ان هو زي صوت جناح الذبابه. فدع دع دع، يبقى دي اسلوب انشائي، نوع امر غرضه التحقير. اما التودد والاستعطاف، دي طبعا التودد والاستعطاف مع المحبوبه في الغالب. غالبا الامر او النهي للمحبوبه بيكون الغرض التودد والاستعطاف. الغرض التودد والاستعطاف. أزين نساء العالمين أجيبي دعاء مشوق بالعراق غريب. أجيبي هنا تودد وايه؟ واستعطاف. دي كان الاسلوب الانشائي. الاسلوب الانشائي اللي هو الامر. النهي تقريبا زي الامر في كثير من الاغراض. لذلك اهو، بس النهي ليه صيغه واحده، ليه شكل واحد، اللي هو ايه؟ الفعل المضارع مسبوق بلا ناهيه. صيغه النهي اهو لا ناهيه زائد المضارع. صيغه النهي لا ناهيه زائد المضارع. اما الامر فكان له 4 اشكال. طيب الغرض البلاغي الدعاء زي ما احنا اتفقنا بقى، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. دعاء التماس زي ما احنا قلنا بقى. قال على لسان هارون يخاطب اخاه موسى، قال يا ابن لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. لا تاخذ، يبقى دي التماس بيكلم اخوه. التمني زي ما احنا اتفقنا مع غير العاقل او الصعب تحقيقه. يا ليلى يا ليل طل، يا نوم ذل، يا صبح قف لا تطلع. تمني 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 تمني. عنده طل وذل وقف اسلوب انشائي نوع امر غرض التمني. لا تطلع اسلوب انشائي نوع نهي غرضه ليه؟ التمني. الارشاد زي ما احنا قلنا، النصح والارشاد اللي كان فيه خير. لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك الا المأثم الحي. فانا بنصحك، يبقى ده نصح وايه؟ وارشاد. التوبيخ ابو الاسود الدؤلي اللي بيقول لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق، ما تامرش اخوك وتامر اختك بانهم يذاكروا وما يقعدوش قدام التلفزيون ولا يقعدوا يلعبوا على اللاب او على المحمول وانت قاعد نفس الحكايه، وانت قاعده تعمل نفس الحكايه. استغل وقتك. لا تامر الناس بشيء وتفعله انت. فهنا طبعا توبيخ. هنا توبيخ. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله توبيخ. تيئيس يعني الامر اللي خلاص مش هيتعمل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فلا تعتذروا هنا هيبقى اسلوب انشائي نوع نهي غرضه التيئيس. التهديد بقى اما بيكون بهددك كقول الرجل لخادمه لا تطع امري ولا تقلع عن عنادي. لا تطع امري، لا تنفذ اوامري، لا تفعل ما اقول لك. فدي كله طبعا ايه؟ تهديد ووعيد. التحقير طبعا لما بتقلل من شأن من امامك، كقول المتنبي لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لا انجاز مناكيد. يبقى لا تشتري، اكيد هنا تحقير للعبد. تمام. اما الاستفهام بقى هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوم. بستفهم، حتى اسمها بستفهم. تدي الامر الحقيقي، الاستفهام الحقيقي. اما الاستفهام
البلاغي، فهو اللي مش بستفهم على شيء، بيكون بقى الغرض اما التعظيم، اما التقرير، اما التوكيد، اما التوبيخ، لاغراضه بقى. طيب ادوات الاستفهام هل والهمزه، وهل والهمزه خلي بالكم دولت حرفين. اما من وما ومتى وايان وكيف واين وان وكم واي دي كلها اسماء. مثل هل اشتركت في جماعه الصحافه، دي طبعا استفهام حقيقي، لان انا بساله فالسائل يستفهم عن شيء لم يكن معلوم، فهو استفهام ايه حقيقي. اما الاستفهام البلاغي بقى ممكن يكون تحقير، زي المثال اللي احنا خدناه، هتلاحظوا ان في بعض الابيات الشعر وبعض الامثله بتكررها. فدع الوعيد، دع دع دع، دي كان اسلوب امر وغرض التحقير. فدع الوعيد فموعدك ضيق، اطنين اطنين اجنحه الذباب يطير. مش دي استفهام، بس استفهام غرض التحقير، بحقره. هو اجنحه الذباب، ما انا عارف ان صوت اجنحه الذباب لا يضر، فانا بحقر من شان هذا الايه الشخص. التعجب كما في قول ابي تمام، ما للخطوب طغت علي كانها جهلت بان نداك بالمرصاد. دي تعجب، بيتعجب، استفهام بس غرضه التعجب. التعظيم اذا كان الاستفهام فيه اعلاء من شان المستفهم عنه، زي ما الشاعر بيعلي من شأنه فيقول أطاعوني وأي فتى أطاعوا ليوم كريهة وسدد صغر. فالشاعر باستفهامه يريد أن يرفع من شأن نفسه طبعا. يبقى هنا أي فتى أضاعوا دي طبعا تعظيم، أما بترفع من مكانتك، أما بترفع من شأن وإعلاء من شأن المستفهم عنه، يبقى ده على طول تعظيم. التحسر والتفجع طبعا ده بيكون في مجمل الرساء، في مجمل الحزن، في مجمل الموت، زي من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا أي قمرا مضيئا نجما لا يطلع. طبعا من للمحافل واحد مات، يبقى دي رساء، يبقى التحسر مع الرساء اساسا التحسر والتفجع. تمام يا شباب. الاستنكار كقول امير الشعراء الى ما الخلف بينكم، وممكن ينفع التوبيخ الى ما الخلف بينكم الى ما، وهذه الضجه الكبرى علامه. على ايه استنكار؟ على ايه الاختلاف؟ بيستنكر اختلاف الاحزاب السياسيه في مصر ايام الاحتلال. على ايه؟ علامه الى ما، علامه. يبقى هنا ايه؟ استنكار. النفي، وخلي بالك دي اكثر مجيئا النفي، قال لك الاسلوب النفي، اسلوب استفهام اللي غرضه النفي، اللي هو اذا صح ان تضع اداه النفي مكان اداه الاستفهام. ينفع تحط اداه النفي مكان اداه الاستفهام. هل من خالق غير الله؟ طبعا دي نافي، فلذلك ممكن ايه؟ ما من خالق غير الله، لا خالق غير الله. صح، نفع، صح الكلام. اذا صح ان نضع اداه النفي محل اداه الاستفهام واستقام المعنى، يبقى دي نفي على طول. ينفع تحط اداه النفي. وبطريقه ثانيه جاوب عليه، هل من اله، هل من خالق غير الله؟ لا خالق الا الله. يبقى ده على طول اسلوب استفهام، اسلوب انشاء نوع استفهام غرضه النفي. طيب ممكن يبقى التسويه تساوي النتيجه في جميع الايه الحالات، زي قول ابي العلاء المعري ابكت تلكم الحمامه، أبكت تلكم الحمامة أم غنت. طبعا هنا إيه؟ تسوية أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميال. طبعا بكت ولا غنت؟ تسوية، الأمر التسوية. التمني إذا طبعا صعب التحقيق، زي ما احنا اتفقنا التمني صعب التحقيق، يعني التمني مع الأمر والنهي والاستفهام صعب التحقيق. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ طبعا الكفار يتمنون أن يكون لهم شفعاء، ولكن لا شفيع للكافر يوم القيامة. الاستبطاء إذا دل الاستفهام على طول المدة، زي المتنبي حتى ما نرى، حتى ما نحن نسير النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم. حتى متى. تمام. فإذا هنا استفهام غرضه الايه؟ الاستبطاء. الإنكار إذا أنكر المتكلم على المخاطب قوله أو فعله بشيء من الدهشة أو الرفض، ويكسر الإنكار بأداة الاستفهام الهمزة. سد الاستفهام الهمزة، يبقى الإنكار أول ما تلاقي الهمزة وبتنكر عليه هذا الكلام، كما في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر، يبقى هنا إنكار. التشويق إذا تضمن طبعا الاستفهام ترغيبا في أمر ما وجذبا للانتباه، زي مثل قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. التقرير ويكثر مجيئه أيضا، وختمنا به الأسلوب الاستفهام. التقرير إذا جاء بعد هذا الاستفهام أداة نفي، يعني أول ما تلاقي ألم، ألن، أليس، أولا، دي استفهام منفي غرض التقرير. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
طبعا هنا استفهام اسلوب انشائي، نوع استفهام غرضه التقرير. طيب النوع الرابع او الاسلوب الرابع من الاساليب الانشائيه التمني، والتمني هو طلب امر محبوب بس لا يرجى طبعا ايه حصوله، اما لكونه مستحيلا او لكونه ممكنا بس غير مطموع في نيل. الفاظ التمني ليت طبعا هي الرئيسيه والاساسيه، لكن ممكن تاتي هل او لو او لعل بمعنى ليت. تمام، زي ليت قول جرير ابن معمر: ألا ليت ريعان الشباب جديد وظهرا تولى يا بثينة يعود. ليت 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 للتمني، ليت للتمني. تمام، ممكن استخدم هل للتمني ايضا. وترى لقوله تعالى: وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل. هل الى مرد، هل يعني يا ليت لنا من مرد، يا ليت. فهنا ايه تمني ايضا. لو استخدام لو للتمني كقول جرير: ولا الشباب حميدة أيامه. لو كان، يا ليت كان ذلك يشترى، يعني ممكن أحط ليت مكان ليت كان، ليت ذلك يشترى أو يرجع. لعل، استخدام لعل للتمني: أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فالشاعر هنا يتمنى أن يصل التمني. تمام. هنروح عندك في إذا كان الأمر المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله كان الغرض رجاء، أما غير ممكن الحصول فكان تمام. يعني خلاص الكلام، إذا كان الأمر ده هو ممكن يحصل مطموع في حصوله، ممكن يحصل رجاء، طب ما مستحيل صعب إنه يحصل يبقى تمني. تمام. ثم النداء هو طلب الإقبال بحرف يؤدي معنى الفعل أدعو. نداء، أداة النداء ممكن تكون عندي الياء، ممكن أي، ممكن الهمزة. طب الياء بتدل على القريب والبعيد أي، والهمزة بتدل على القريب. عندي آية وهي بتدل على البعيد. أيا كان أداة النداء اللي هتبقى مستخدمة معانا، ممكن قد يحذف حرف النداء ودي بيدل على القرب طبعا: بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، تقدير الكلام يا بلادي. طب حذفنا أداة النداء دلالة على القرب، يحذف أداة النداء للدلالة على القرب. طيب أغراض البلاغية للنداء: إما التعظيم إذا كان النداء فيه إعلاء من شأن المنادى، زي محمود حسن إسماعيل بيقول إيه: يا مصر. دايما لما بتنادي يا مصر، يا كعبة الأحرار، يا بلادي، وطني، أما بتنادي على الوطن، على البلد، على شيء جميل يبقى للتعظيم، عند نداء عن شيء جميل للتعظيم. الزجر إذا كان النداء فيه نهي المنادي عن فعل شيء، زي يا قلب، يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملامة. يا قلبه، يبقى هنا في زجر بيعمله. التحسر والتفجع طبعا عند الرساء ايضا، التحسر والتفجع جنالها قلنا مع الرساء: دعوتك يا بني فلم تجبني فردت دعوتي يأسا علي. يا بني، دي تفجع ما فيش فيه اشفاق ولا حنو هنا لانه هو مات رساء فتفجع. تحسر والتفجع. العتاب، عاتب حد: يا اعدل الناس، يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يبقى يا أعدل الناس دي طبعا نداء بس غرضه العتاب. التحقير طبعا إذا كان غرضه التقليل من شأن المنادى، التقليل طبعا، التحقير دايما بيبقى التقليل من الشأن. زي عندي قول الفرزدق مادحا نفسه هاجيا جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فجرير هنا طبعا هو بيهجوه، هو الشاعر الفرزدق بيهجو جرير، يبقى هنا ايه التحقير. التنبيه على عظم الامر المدعو اليه، مثل قوله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس، يبقى التنبيه. التلطف والاستماله، زي يا ابت لا تعبد الشيطان، يا ابت لا تعبد الشيطان، استماله. التهكم والاستهزاء، مثل قوله تعالى على لسان الكفار في خطابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ففي نوع من التهكم والسخرية. التعجب: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل. فيا لك من ليل، يبقى التعجب، يبقى هنا ليه التعجب. وبكده هنكون وصلنا للجزء الثاني، انتهينا من الجزء الثاني من حصتنا اللي هي الأسلوب الإنشائي. يا رب يكون وصل المطلوب منه. يلا بينا على الجزء الثالث على طول من مراجعتنا الأولى. يلا بينا. يلا هنيجي على الأدب في العصر العباسي. طيب حبايبي الطلاب سريعا كده، أنا مريت بعصور الأدب، عصور الأدب اللي مريت بها يا أستاذ: عصر جاهلي، عصر صدر الإسلام، عصر أموي، عصر عباسي. تمام.
وعرفت كل عصر اغراضه ايه هي الاغراض اللي بيتصف بها كل عصر. تمام. في اغراض قديمه وفي اغراض حديثه، مع كل عصر تطورت اغراض. المهم هنخش مباشره على العصر العباسي، ونعرف ان العصر العباسي على عصرين: عصر قوه وعصر ضعف. العصر العباسي تقريبا استمر 500 سنه. المنهج او المقرر والمحتوى عليك سلط الضوء على الغزل بنوعيه، سواء الغزل الصريح او الغزل العفيف. بس قال لي ازدهرت الحياه في العصر العباسي، سواء الحياة العلمية، الحياة الأدبية، الحياة الاجتماعية. ارتقت الحياة الاجتماعية. طب نتيجة لذلك ارتقى الأدب، تقدم الأدب، ارتقت الحياة العلمية وتقدمت. من ضمن الأغراض التي ارتقت وتقدمت واشتهرت أو ازدهرت في العصر العباسي اللي هو الغزل. طبعا على وارتفع الغزل الصريح، وأيضا كان هناك الغزل العفيف. لم يكن الغزل العفيف في نفس مرتبة أو مساواة الغزل الصريح، لكنه كان الغزل العفيف، لكن الغزل العفيف كان موجود. فإذا كان عندي ظهر الغزل او ازدهر الغزل، عشان مش هنقول ظهر، هو كان موجود في العصر الجاهلي. ازدهر الغزل في العصر العباسي، وطبعا وكان متنوع لنوعين: غزل صريح وغزل عفيف. الغزل الصريح كثر كثره مفرطه، كثر كثره مفرطه. دي طبعا ليه؟ بسبب اختلاط العرب بالامم الاخرى. ده حاجه. ما شاع من صور التحلل الخلقي. الامر الثاني: ارتقت الحياه العباسيه واصبح هناك حاله من الغنى والرخاء، فبالتالي الغزل سينتشر. تمام. عندي في شعراء للغزل العفيف اللي هو العباس بن الاحنف، وشعراء للغزل الصريح زي ابو نواس ومطيع بن اياس. تمام في دي يا شباب. طيب تعالوا نروح للجزئيه دي الاول قبل ما نروح للادب الاندلسي سريعا. بيقول لك امتد العصر العباسي من عام 123 هجريه الى عام 656. هنا 132 مش 123، 132 هجري. امتد العصر العباسي من عام 132 هجريه الى عام 656. قسموه طبعا العصر العباسي الاول هو القوه، ثم بالعصر سمي بالعصر الذهبي، ازدهرت فيه كل النواحي. والعصر الثاني ايضا كان عصر الضعف او عصر الدويليه. الحياه في العصر العباسي ازدهرت الحياه في العصر العباسي، وبالاخص الحياه الادبيه شعرا ونثرا في العصر العباسي، كما ازدهرت ايضا الحياه العلميه في كل علم عرفه العرب. يعني ازدهرت كل مناحي الحياه، كل مناحي الحياه يا شباب. طيب هنيجي على الغزل اللي هو المقرر عندنا. بس احنا طبعا في المراجعه مش في مجمل الشرح التفصيلي، وكل دي مشروح على المنصه، وان شاء الله هنزله لكم بردك على القناه على اليوتيوب، يبقى بحيث عندك الاثنين. طيب في كل عصر قال لك ايه؟ في كل عصر من العصور نرى الشعراء يتفننون في التعبير عن علاقتهم بالمرأة. دي طبيعي معروف. ولقد كان العصر العباسي من العصور التي ازدهر وانتشر فيها فن الغزل بنوعين، سواء العفيف او الغزل الايه الصريح. طب ليه علل انتشار الغزل بنوعيه؟ نظرا للانفتاح الثقافي الذي شهده ذلك العصر على الامم الاخرى، انفتاح الامم الاخرى، وكان الشعر وسيله الشعراء للتعبير عن مشاعرهم تجاه المراه، فكثر الغزل كثره زي ما احنا قلنا، كثره مفرطه، فقد تغنى به كثير من الشعراء. انواع الغزل عندي: غزل صريح او ايضا يسمى حضري، غزل صريح او غزل حضري، الغزل العفيف وايضا يسمى بالغزل البدوي. طب الغزل الحضري يتغنى فيه الشاعر بالمفاتن الحسيه لحبيبته، مفاتن الحسيه. اما الغزل العفيف ويسمى ايضا الغزل البدوي، ويتغنى فيه الشاعر بالمحاسن المعنويه، المحاسن المعنويه لحبيبته، ولكنه لا يبرر الايه الصريح. وضعف هذا التيار في العصر العباسي، وبقيت منه بقيه عند العباس بن الاحنف. يبقى من فارس هذا؟ من فارس الغزل العفيف؟ العباس بن الاحنف. العباس بن الاحنف الذي يلقب بامام العاشقين، امام العاشقين. العباس بن الاحنف امام العاشقين. اسباب شيوع الغزل الصريح بقى ايه اللي ادى لشيوع وانتشار الغزل الصريح؟ فقال لي اختلاط العرب بالامم الاخرى، اختلاط العرب سواء بالفرس او بالروم او باليونان الى من اخر الامم الاخرى، وكان في حركه ترجمه منتشره وتاثر بالامم الاخرى. ادي واحد. ما شاع من صور التحلل الخلق، كان في حريه مطلقه، فاصبح هناك من الناس من مال الى الهوى، صور التحلل الخلقي. طب اشهر شعراء الغزل الصريح في العصر العباسي: واحد مطيع بن اياس، اثنين ابو نواس. مطيع بن اياس وابو نواس طبعا كانوا فرسان الغزل الصريح في العصر العباسي. سمات الغزل الصريح طبعا احنا عارفين: محرك للغرائز، لانه بيذكر الصفات الحسيه الجسديه للمراه، ولا تعفف فيه ولا حياء. محرك للغرائز، لا تعفف فيه ولا حياء. طبعا كل دي ان شاء الله في الحصه الثانيه او المحاضره الثانيه من المراجعه الشامله على شهر فبراير، على محتوى شهر فبراير اللي هيكون فيها اسئله. هجيب لك ابيات من الشعر عشان توضح كل ده. كل ده هيبقى عباره عن ابيات من الشعر، بس
تابعنا باذن الله، تابعنا، ما تنساش انك تتابعنا. نروح اشهر شعراء الغزل العفيف زي ما احنا اتفقنا، العباس بن الاحنف. وسمات هذا الغزل العفيف، ما هي سمات الغزل العفيف؟ قال لك ان الشاعر يتغنى بمحبوبته في شعر عذب لا يخدش الحياه. شعر عذب يذكر ذكائها، خفه دمها، الفراق، الخصام فيما بينهما، شده حب لها، لكنه لا يذكر اي صفه حسيه، فهو شعر عذب لا يخدش الحياه. بينما الشعر الغزل الصريح طبعا هو ذكر مفاتن المراه الحسيه. طيب، لكن لا ننكر أن العصر العباسي تحققت فيه بعض القيم قيم الحب، قيمة الحب، السلام، التسامح، التجانس، التواصل بين العرب والأمم الأخرى. دي من القيم التي تحققت في العصر العباسي، القيم اللي تحققت في العصر العباسي. ثم نترك العصر العباسي وننتقل إلى الأدب في العصر الأندلسي، أو الأدب الأندلسي، أو الأندلس. الأدب الأندلسي، الأندلس اللي هي جزء من اوروبا، اللي هي جزء من اسبانيا دلوقتي. حتى المدن، في بعض المدن الاسبانيه لسه موجوده بنفس الاسماء العربيه. الاندلس ظلت دوله عربيه اسلاميه 800 سنه، 8 قرون. اول الحملات الصليبيه، خلي بالكم يا شباب، كانت على الاندلس، وكان في غفله من العرب والمسلمين، بالتالي ضاعت الاندلس حتى سموها الفردوس المفقود، فردوس الجنه المفقود. الاندلس بطبيعتها منفصله جغرافيا عن ارض العرب، فدي ادى لحاجات بس لا يعني هذا الانفصال انفصال تام عن المشرق، وانما كان لها طبيعه مميزه، لها في سمات. واحد، كانت طبيعه الاندلس طبيعه جميله، طبيعه يكثر فيها الغناء، كثره الغناء نسبه للطبيعه الجميله، فبالتالي ظهر فن جديد في الشعر، نوع في الشعر اسمه الموشحات. جايب لك ليه شكل دلوقتي، نوع في الشعر اسمه الموشحات. طب ليه ظهرت الموشحات؟ بالنسبه لطبيعه الاندلس الجميله، كثره الغناء ويتوافق مع كثره الغناء. الامر الثاني، كان في ملاحظه اجتماعيه اخرى، ان المراه في الادب الاندلسي او في العصر الاندلسي كان لها مساهمات، مسجلات ادبيه، كان لها دور في الحياه الادبيه. المراه في العصر الاندلسي او في الدوله الاندلسيه كان لها دور في الحياه الادبيه، ومن ذلك مسجلات، من اشهر من ذلك مسجلات الادبيه. مسجلات يعني عباره عن خطابات بس بالشعر، رسائل بالشعر. ومن اشهر المسجلات الادبيه ولاده بنت المستكفي مع ابن زيدون. تمام يا شباب. اما في النثر فاكتفى الاندلسيون بما ياتيهم من المشرق، فكانوا مقلدين للمشرق. لذلك لا نجد، يعني من الظواهر اللي بنجدها في الادب الاندلسي انه لا فوارق تظهر بين النثر الاندلسي والنثر في المشرق اللي هي الوطن العربي. ليه؟ لان الاندلسيين اكتفوا بما ياتيهم من المشرق في الناس. اما في الشعر ابتدعوا فنا جديدا اسمه الموشحات. في الشعر ابتدعوا فنا جديدا اسمه الموشحات ليتوافق مع طبيعتهم المحبه للغناء. تمام في ديت يا جماعه. لذلك هناك ملحوظتان في النثر الادبي، في النثر الاندلسي. الملحوظه الاولى، لم يظهر كاتب كبير الا في القرن الرابع الهجري، لان شخصيه الاندلس العربيه الاسلاميه لم تتكمل الا في هذا العصر. والامر الثاني، لم يستحدث الاندلسيون مذهب جديد في النثر مثل ما فعلوا في الشعر. في الشعر استخدموا الموشحات. تمام. تعال نشوف اللي احنا قلناه دهوت وهنزود عليه. الاندلس من الناحيه الجغرافيه تبدو كانها وحده متجانسه، واثر ذلك بشكل واضح في شخصيتها السياسيه. وحده متجانسه، تمام، يفصل الاندلس عن بلاد المشرق مضيق جبل طارق. طيب الاندلس من الناحيه الاجتماعيه، الاندلس شخصيه اجتماعيه تميزت عن شخصيه المشرق. واحد، كثره الغناء، ودي كانت حاجه موجوده عندهم، والطبيعه الجميله، مما ادى لظهور فن الموشحات. تمام، اللي تميز بها الادب الاندلسي عن الادب في المشرق. تميز الادب الاندلسي عن الادب في المشرق بفن الموشحات. اذا لو انت ماشي كده معاك وبتتذكر كده، هتعرف ان في كل عصر له ما يميزه. يعني العصر الجاهلي كان فيه فن من الشعر اسمه فن المعلقات اللي خدناها في الترم الاول. لو رحنا للعصر الاموي هتلاقي كان في نوع من الشعر مميز على هذا العصر واختفى ايضا، زي المعلقات اختفت بعد العصر الجاهلي. ايضا عندي في العصر الاموي كان في عندي النقائد. طيب الادب الاندلسي او الشعر الاندلسي هيبقى عندي الموشحات. خلي بالك عشان كثره الغناء والطبيعه الجميله. والامر الثاني اللي بيميز شخصيه الاندلس الاجتماعيه، مساهمه المراه في الحياه الادبيه. وكان في مقدمه نساء الاندلس ولاده بنت المستكفي اللي عرفت بمسجلاتها الادبيه مع ابن زيدون. بس هل معنى ذلك ان الاندلس كانت انفصلت انفصالا تاما عن المشرق؟ طبعا لا، دي لا، بل كانت دايما الاندلس بينظروا الاندلسيون
الأندلسيون ينظرون إلى المشرق على أنه المصدر، على أنه المنبع، منبع التشريع، منبع المصدر، مصدر القرآني، مصدر الدين. تمام يا جماعة؟ فمش معنى كده الانفصال التام. أما من الناحية الاجتماعية اعتمد الأندلسيون على ما يأتيهم من المشرق، واعتبر أهل الأندلس الشرق العربي هو المثل الأعلى في الفن والعلم والدين، فقد كانت الكثرة من أهل الأندلس في القرون الأولى اللي فاتت تتكلم اللاتينية، ومع مقدم القرن الرابع هجروا اللاتينية واتخذوا العربية مكانها في طقوسهم الدينية، عشان كده ما ظهرش كاتب كبير إلا في القرن الرابع الهجري. الأدب الأندلسي والحياة الأدبية. بدأ الأدب الأندلسي في مراحله الأولى طبعا كالعادة، بدايته ومراحله الأولى هيكون مقلد للأدب العربي في المشرق، وكأنه يتجه نحو الأدب الأم، وكأنه يتجه نحو الأدب الأم. تمام؟ وترتب على ذلك مفيش فروق جوهرية بينه وبين نماذجه في العراق والشام ومصر. أما بالنسبة للنثر بقى، ففي ظاهرتين في النثر زي ما احنا اتفقنا. الظاهرة الأولى، لم يظهر كتاب كبار قبل القرن الرابع الهجري. ليه؟ لأن شخصية الأندلس لم تتكامل إلا في ذلك القرن، ولم يستطع الكتاب قبل ذلك أن يرتفعوا بنثرهم إلى درجة تجعلهم في صفوف الكتاب العباسيين. تمام؟ في ديت يعني مفيش كاتب كبير ظهر إلا في القرن الرابع الهجري. الملحوظة الثانية أن الأندلس لم يستحدثوا مذهبا جديدا، زي كان في الشعر الموشحات. طب في النثر مفيش، ما ضافوش حاجه جديده، كانوا مقلدين للمشرق، ما ضافوش فن جديد، نوع جديد، ما لقيناش فن جديد او نوع جديد. تمام في دي يا شباب؟ لذلك تعال نشوف نموذج على الموشحات ونموذج على المسجلات الادبيه، عشان قبل ما نروح للاسئله في المراجعه بقى في الجزء الثاني اللي هو المراجعه بقى. نموذج على الموشحات الاندلسيه. محي الدين ابن عربي في موشحه بيقول ايه؟ عندما لاح لعيني المتكى ذبت شوقا للذي كان معي، ايها البيت العتيق المشرف جاءك العبد الضعيف المسرف، عينه بالدمع دوما تذرف، فرية منه ومكر، فالبكى ليس محمودا إذا لم ينفع. طبعا هتلاحظ، شفت الشكل، شكل الموشح، دي جزء من موشح، دي جزء من موشح عشان تبقى انت عارف نفس الشكل. يعني دي جزء يا جماعة من موشح معانا، مش دي كل الموشح، بس شفت خدت بالك تصميمه الشكل ليه؟ يعني في قوافي متنوعة. دي الشكل انا جبته لك عشان الشكل، انت مش مطالب حفظه بس الشكل. دي شكل اول ما تلاقي الشكل دوت يبقى ده على طول الموشحات الاندلسيه، وده عشان تتوافق مع طبيعه الاندلس المحبه للغناء. اما المسجلات الادبيه فهي عباره عن رسائل بين شخصين لكن عن طريق الشعر. شاعر بيرد على شاعر اخر بنفس عدد الابيات وفي نفس الموضوع طبعا، وبنفس الوزن والقافيه، اهي نفس الوزن والقافيه للسري والفكري. ولده من المستكفي بتقول لابن زيدون ايه؟ ترقب اذا جن الظلام زيارتي، فاني رايت الليل اكتم للسر. ابن زيدون بيرد عليها بيقول لها اصونك من لحظات الظنون واعليك عن خطرات الفكر. هتلاحظ اول ما تلاقي قالت الشاعرة للشاعر كذا، او قال فلان لفلان وعلى نفس الوزن والقافية، يبقى على طول مسجلات أدبية. وبهنا نكون وصلنا لخط النهاية في الحصة الأولى من مراجعات شهر فبراير. انتظرونا مع الحصة الثانية والحصة الثالثة بإذن الله، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة. ادعمونا يا شباب عشان نقدم لكم كل جديد إن شاء الله ونكون متواكبين معكم. وفي الختام دائما أذكر، إن كان هناك تمام وتوفيق فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك نقص أو عجز أو خطأ أو زلل في أي شيء فهو عن غير قصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.